الحاجة اللي انا هقولها لك دلوقتي دي اهم حاجة تفكر فيها وانت بتعمل اي حاجة في حياتك مهما كان هي ايه. دايما اعمل اللي انت بتحبه. دايما 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 اختار الحاجة اللي انت بتحبها حتى لو انت مش كويس فيها. يعني لو انت شايف ان انت مثلا كويس في الكورة بس ما بتحبش الكورة، بس انت بتحب الفولي، روح للفولي عشان انت هتلعب عدل قوي في الفولي. لو شايف ان انت ما بتحبش الويت ليفتنج والبودي بيلدينج في الجيم، بس عاجبك كاليستنكس، اللي هو عارف الناس اللي على التيك توك بتلاقيهم دايما ماسكين في البار بيفضلوا ينطوا ويلفوا حواليها كده، بيفضلوا يشيلوا نفسهم على البار بايديهم بس والكلام الجمدان ده، ده كاليستنكس. وعاجبك كاليستنكس يا عم اعمل كاليستنكس. انا بقول لك الريزلتس بتاعتك هتبقى احسن بمراحل لما تكون بتعمل حاجه انت بتحبها فوق حاجه تانية انت بتعملها بس عشان عايز النتيجه الاخيره. يعني انت لو رايح الجيم بس عشان عايز شكلك يبقى حلو عشان تعرف تبقى بكونفيدنت بقى وكده، مش هيجيلك ريزلتس حلوه. لكن لو رايح الجيم عشان انت بتحب الجيم هيجيلك ريزلتس احسن. فدايما مهما كان انت في ايه، دايما اختار اللي انت بتحبه. طبعا في حته كبيره قوي من الناس اسمها ديسيبلين، اللي هو انت مهما كان انت قادر ولا مش قادر انزل. مهما كان انت عايز تنزل ولا مكسل ولا عايز تتعلق انزل برضو. اه طبعا دي حته كبيره قوي منها، مش هقول لك لا. بس لما تكون بتختار حاجه انت بتحبها، حاجه انت مش بس بتعملها عشان عايز الريزلت الاخير، مش عايز النتيجه الاخيره، بس حاجه انت بجد في قلبك بتحبها، بس بتستمتع وانت بتعملها، اعمل الحاجه دي. عشان لما تكون بتعملها انت ما تقدرش تكسب حد بيحب اللي هو بيعمله. ما تقدرش تكسب حد مقتنع مليون في المية وبجد بجد بيستمتع باللي هو بيعمله. يعني عايزك تتخيل حاجة. تخيل انت بتروح الجيم 5 مرات في الاسبوع، وواحد تاني بيروح الجيم 5 مرات في الاسبوع، بس يوم لما انت تفكر ان انت تكسل هو نفسه يروح الجيم. فاهم؟ يعني هو مستني مش قادر عايز يروح الجيم. انت مكسل. انت عايز الوقت يعدي وخلاص، عايز اكنك نسيت وطنشت. يا عم عادي، اكسل في يوم يعني، ما انا بروح 4 تانيين في الاسبوع، يا عم عادي مفيش حد هيلاحظ. ده انا اللي بروح مش هخسر حاجه. في حاجات كده انت اوقات يعني انت بتفكر فيها ان انت عايز تتعلق، ان انت عايز تكسل. الحد اللي بيحب الحاجه اللي هو بيعملها مش هيكسل عشان هو نفسه يعملها، هو عايز، هو مستني ان هو يعملها. فازاي هتكسب حد زي كده؟ ما بتكسبوش، ما بتقدرش تكسب حد بيحب اللي هو بيعمله، غير لو انت بتحب اللي انت بتعمله انت كمان. لو انت بجد بتحب اللي انت بتعمله ممكن تنافسه بقى، عشان انتوا الاتنين مستنيين، انتوا الاتنين عايزين تنزلوا، انتوا الاتنين نفسكوا ان انتوا تنزلوا تلعبوا اللي انتوا بتعملوه ده. فدايما مهما كان انت فين اعمل اللي انت بتحبه. هديك احلى مثالين حصلوا لي. بس قبل ما اقول، بس انا عندي كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. بحاول املى الكوميونتي دي ناس زيك بالظبط، ناس بتتفرج على الفيديوهات دي. تخيل انت بص على الفيديو ده، بدل ما تروح تعمل سكرول على تيك توك ولا على انستجرام ولا تروح تعمل العاده السلبيه اللي انا كلنا بنفكر فيها، بدل ما تعمل الحاجات دي تخيل انت بتتفرج على فيديو زي ده، بتحاول تستفاد، بتحاول تحسن حياتك. فانت في بوزيشن احسن من ناس كتير. ما تضيعش البوزيشن دي. لو مش لاقي حد زيك ومش عارف تكونكت مع الناس اللي حواليك عشان انت بتحاول تتحسن وهما بيحاولوا يخلوا حياتهم اوحش بالفيب والكلام ده، انا عامل كوميونتي ليك انت عشان انت تلاقي ناس زيك، تلاقي ناس بيفكروا بنفس طريقتك، تلاقي ناس عايزين يحسنوا من نفسهم برضه ومش لاقيين حد يقف معاهم. انت تبقى الشخص اللي تقف معاهم. فالكوميونتي دي انا عاملها ليك انت، وحاطط اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. بس ارجع بقى للبوينت اللي انا بتكلم عليها. الحاجتين احلى مثالين اديهم لك دلوقتي. انا قعدت 4 سنين بروح الجيم، والريزلتس بتاعتي النتيجه اللي وصلت لي في الاخر ما كانتش حلوه قوي كده. اه طبعا عضل فرق شويه، خسيت سيكه صغيره، بس ما كانش فرق 4 سنين. 4 سنين ده انا كنت المفروض اقلب روني كولمان، ده انا كنت المفروض ابقى جامد جدا. فاهم قوي؟ في السنه كسلت، عارف اللي هو كنت بروح شهرين اوقف 6، اروح 3 شهور اوقف 8. كسل غير طبيعي يعني. وبعدين في خلال ال5 شهور اللي فاتوا بدأت ألعب لعبة اسمها كاليستينكس. كنت أنا لسه جديد عليها في الأول، ما كنتش فاهم أي حاجة خالص، بس قلت يا عم أنا هنزل أجرب كاليستينكس. فنزلت بقى، رحت للاريا اللي تحت في الجيم بتاعتي كده، عندي باب كده صغير تحت بيوديك لاريا صغيرة بتاعت الكاليستينكس كده. وجيت يا عم رحت على الدبس وأنا مش فاهم أنا بعمل إيه، قلت يا عم أعمل شوية دبس، اه لا هلعب شوية عقلة. فبالصدفة لقيت كوتش داخل تحت كده بيقول لي أنت بتعمل إيه؟ بقول له عادي بلعب، بجرب ابدا كاليستينكس وما اعرفش مين. جاي بيقول لي ايه ده انت عايز تبدا كاليستينكس؟ انت عارف ان انا كوتش كاليستينكس. في الاول افتكرت اللي هو عادي اي كوتش تاني بيحاول يبيع لي، انت فاهم الفكره بقى، حرفيا اي حد يشوفك انا بقى بدرب. خدته بجد. قلت له يا كوتش انا مريت في الجيم ده، يعني انا في ال4 سنين اللي فاتوا كنت مريت على بتاع 6 ولا 8 كوتشز. فقلت له انا مريت على 6 8 كوتشز ومفيش اي حد فيهم عجبني. كل حد لقيته بيقفل لي، بيقفش في وشي في الاخر ما بيعمليش بطريقه كويسه. فانا هجرب معاك، انا عندي هحجز معاك 8 سيشنز ونشوف هنعمل ايه. والكوتش كتر خيره في ال8 سيشنز دول ما كانش بيسيبني، حرفيا واقف معايا في كل حته.
الكوتش عجبني قوي، فبعدين حجزت معاه 24 سيشن ماشي. وتاني فضل واقف معايا وبيساعدني، وكل مره قلت له يا كوتش انا ممكن ما اعرفش ادفع السيشن الجايه، كان بيديها لي فري عادي خالص، بيقول لي انا هقف معاك. الكاليستينكس بقى كان اللي عجبني بجد، مع اني قعدت 5 شهور بس بلعب كاليستينكس، الريزلتس كانت اكتر بكتير جدا من اللي كانوا موجودين في الاول في خلال 4 سنين اللي فاتوا، بس عشان كنت بعمل حاجه انا بحبها بجد. طب وحاجه تانية، انا على فكره لو انت ما تعرفش، قبل ما افتح اليوتيوب شانل العربي اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ده، كنت فاتح شانل تاني، كنت فاتح قناه تانية بالانجليزي، برضه كنت بساعد الناس برضه في حاجات تانية، بس ما كنتش بتكلم بالطريقه اللي انا نفسي اتكلم بيها، ما كنتش بتكلم بالطريقه اللي انا بكلمك بيها دلوقتي. كان دايما في زي حيطه كده مش عارف اعديها، وما كنتش عارف اعدي الحيطه دي عشان دي ما كانتش لغتي، ما كنتش عارف اوصل لك اللي في قلبي بجد عشان ما كنتش بتكلم باللغه بتاعتي. كانت حاسس ان انا بتكلم من حته بعيده كده، مش عارف افهمه اللي انا قصدي عليه بجد، اكني بتكلم لغه انا نفسي، يعني اكني بحاول اتكلم لغه جديده عليا انا، وبحاول افهمه هو حاجه، هو مش عارف يفهم اي حاجه من اللي انا بقوله. فالموضوع كان صعب، ما كانش عاجبني. والدليل على كده ان انا مع اني قعدت في الشانل التاني ده اكتر من 6 شهور بعمل ابلود، ونزلت فوق ال50 فيديو، ونزلت فوق ال50 او 60 شورت وانا بتكلم انجليزي، مفيش ولا واحد من الفيديوهات عدى ال 100 فيو، مفيش ولا واحد من الفيديوهات لقيت كومنت عليه بتقول لي انا شفت الشانل ده ومبسوط جدا، النهارده يوم حلو قوي، زي ما انا شفت على فيديو كده جه من شويه في الشانل ده. فلاحظت ان انا بجد بعد ما عملت حاجه اللي انا كنت نفسي اعملها، الحاجه اللي انا بحبها بجد، ان انا افتح شانل بلغتي انا بطريقتي انا، اعرف اكلمك والكلام بيجي لي على طول مش محتاج افكر فيه، ده اللي جاب لي النتيجه الحلوه، ده اللي جاب لي الريزلتس اللي انا كنت محتاجها، ده اللي بجد فرق. فمهما كان انت بتعمل ايه في حياتك، مهما كان انت فين وبتحاول توصل لايه، دايما حط في دماغك ان انت توصل لحاجه انت بتحبها، تشتغل في حاجه انت بتحبها، ما تخشش حاجه وخلاص عشان الريزلتس، ما تخشش حاجه عشان النتيجه الاخيره، عشان لو لاحظت كل حاجه النتيجه بتاعتها الاخيره نفس حاجه بالظبط. يعني ان انا اروح الجيم او بودي بيلدينج هيجي لي جسم حلو وجسم كبير، ان انا اروح كاليستنكس هيجي لي جسم حلو وجسم كبير، ان انا افتح بيزنس، لو فتحت البيزنس انا ما بحبوش الريزلت بتاعه هيبقى ايه؟ حتى لو نجحت فيه هيبقى فلوس. لو فتحت بيزنس انا بحبه لو نجحت فيه هيبقى فلوس. بس الفرق الوحيد ان انت لما تعمل حاجه انت بتحبها الريزلت هتبقى اكتر، والريزلت هتبقى احسن، والريزلت هتبقى اسرع، بس عشان انت بتحبها، عشان مفيش حد يقدر يقاومك، مفيش حد يقدر ينافسك قدامك، مفيش حد عارف يعمل كده. انت بتحب اللي انت بتعمله، مش بتعمله بس عشان الفلوس، مش بتعمله بس عشان النتيجة الأخيرة، انت بجد بتعمله عشان انت بتحبه، عشان انت من قلبك حاسس بمتعة وانت بتعمله. مفيش حد يقدر يكسب المتعة دي، مفيش حد يقدر يعديك في الليفل اللي انت فيه ده. فدايما افتكر مهما كان انت فين، مهما كان انت ماشي انهي طريق، مهما كان انت غير كل حد تاني، اختار الحاجة اللي انت نفسك بتحبها، مش اللي الناس تانية بتقولك تعملها، مش اللي حياتك وصلتك ليه. اختار اللي انت بتحبه، اختار اللي انت شايفه صح. لو انت عايز تاخد الموضوع ده جد اكتر، تاخد ان انت تحسن نفسك وبجد تفهم الناس اللي حواليك وتعرف تحسن حياتك في كل اريا، في كل حته في حياتك تعرف تتحسن، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. الكوميونتي دي انا مالي عايز املاها بناس زيك بالظبط، وانا كل ما انت تسالني في حاجه في الكوميونتي انا هعرف اعمل لك فيديو مخصوص عشانك انت. ليه؟ اصل يوتيوب بيفيدك، وانت عارف ان كلامي اللي على يوتيوب بيفيدك بجد، ودليل على كده ان انت قعدت لاخر الفيديو، انت شايف ان انت بتستفاد. فتخيل ان انت اللي استفاد قد ايه، يعني لو انت دخلت حاجه زي الكوميونتي بتاعتي، حاجه اللي انت ممكن تقول لي مازن انا عايز كورس على كذا واعمل لك 5 فيديوهات 4 فيديوهات ورا بعض كده على اللي انت محتاجه، بالديتيلز اللي انت تقول لي عليها. عشان فكر فيها ثانيه، هتقول لي هو انت ليه هتعمل لي انا؟ يعني ما في ناس كتير هتسال اشمعنى هتعمل لي انا؟ ما انت فكر سيكا يا عم، استخدم دماغك. هعمل لك انت عشان انت اللي انت محتاجه هيبقى الناس التانية محتاجاه برضه. انت ممكن تكون محتاج حاجه، بس لو انت بتتفرج على الشانل بتاعي ووصلت لاخر الفيديو وقررت تخش الكوميونتي، في ناس تانية برضه عملوا نفس القصه بالظبط، اتفرجوا على فيديو تاني وصلوا لاخره ودخلوا الكوميونتي، السؤال اللي عندهم هيبقى نفس السؤال اللي عندك. فمش انت بس اللي تستفاد بالفيديو، لا هم كمان هيستفادوا، ويستفادوا كتير. فلو انت شايف ان فيديوهاتي بتساعدك بجد وانت بتستفاد بالشانل كله، انا عامل الكوميونتي دي مخصوص عشانك انت، عشان انت تعرف تخش وتلاقي اللي معاك
تلاقي الراجل اللي ممكن يقف معاك، تلاقي الراجل اللي بيفكر بنفس طريقة تفكيرك اللي انت فيها دلوقتي، حد اللي انت مش لاقيه. دايما افتكر، امشي في الطريق اللي ناس كتير ما مشيتش فيه، امشي في الطريق اللي انت بتحبه، مش الطريق اللي كل حد ماشي فيه وخلاص. ما تمشيش مع العالم، اعمل طريق لنفسك جديد. العالم مش مستنيك، انت اعمل لنفسك طريق، ما تستناهوش يجيلك. ان شاء الله يكون عجبك الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي.